يلا انت باربع عيون يلا روح شوف نفسك في المرايه وتعالى كلمنا. جملة زي دي كان السبب في وفاة الطالبة رودينا وهي 16 سنة في مدرسة ثانوي بمنطقة فيصل. رودينا كانت بتتعرض للتنمر من زميلاتها في المدرسة اللي كانوا بيتعمدوا يضايقوها بكلام قاسي، زي لما في مرة طلبت تلعب مع زميلاتها فواحدة منهم قالت لها انت مش مستوانا عشان تلعبي معانا، والجملة دي أثرت بشكل سلبي على الحالة النفسية لرودينا حسب ما قال والدها طبعا حاول يهديها ويقول لها ان حوار زي كده ممكن يحصل عادي ما بين الطلاب علشان ما تزعلش، بس الكلام كان له تأثير كبير جدا على نفسيتها. رودينا أغمى عليها بشكل مفاجئ في البيت ومبقتش ولا تتحرك ولا تتنفس، وللأسف ماتت بسكتة قلبية قبل حتى ما توصل المستشفى. ربنا ان شاء الله يرحمها ويعفو عنها ويعفو عن كل اموات المسلمين. منى محمود ولية أمر ليها صلة برودينا كانت بتقول إنها دايما متفوقة ودايما تطلع من الأوائل في المدرسة، وسبب تفوقها دوت هو اللي خلى الطالبات يتنمروا عليها ويجرحوها بالكلام لحد ما جالها سكتة قلبية وماتت. في مصادر بتقول إن وزارة التربية والتعليم هتحقق بالواقعة وهتخليها بشكل رسمي بعد ما كانت المدرسة تاخد بلاغات من التنمر ومبتعملش أي رد فعل، وإنها أصدرت تعليمات لكل المدارس على مستوى الجمهورية بمكافحة التنمر بكل أشكاله، وقصتها انتشرت على السوشيال ميديا. وبعيد عن كل حاجة أنا مستغرب إزاي ممكن بنت مثلا تضعف وإنها تموت نفسها ولا يجيلها سكتة قلبية بسبب كلمتين ولا كلمة من مرضى نفسيين معاها في المدرسة. إزاي تضحي بحياتها كلها ومستقبلها ونفسيتها علشان كلمتين من ناس ملهمش لازمة يعني. إزاي يعني؟ أنا اتعرضت للتنمر كتير طبعا بسبب وداني مثلا، ولا بسبب مناخيري، ولا بسبب إن في وشي خرام على فكرة، بس أنا ما ضعفتش، أنا ما استجبتش ليهم. انا كنت شايف نفسي ان انا كويس، انا ليا هدف عايز اوصل له، فاكيد مش هضحي بنفسي ولا اضحي بنفسيتي علشان ناس ما لهمش لازمه. راح انا اتاثرت من القصه دي جدا وحطيت نفسي مكانها، اللي هو انا كان ممكن يحصل لي حاجه زي كده، كان ممكن كتير جدا من اللي اعرفهم يحصل لهم حاجه زي كده. كل اللي اقدر اقوله ان ربنا يهدينا كلنا ويخلينا خفاف على بعض. اشوفكم على خير.